ايه رأيكم النهارده نعمل طاجن البامية؟ اول حاجة عندي معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكزبرة، معلقة من البهارات المشكلة، ومعلقة من البابريكا. وعندي كيلو من البامية او كيلو الا ربع. عندي 2 بصلة مبشورة و6 فصوص من الثوم وواحد فلفل حار وكيلو الا ربع من الطماطم. بحط معلقتين من الزبدة، معلقة معاها معلقة من الزيت، وبضيف عليها البصل. ببدأ اشوح البصل، بضيف له كل البهارات اللي موجودة عندي، ولكن بضيف بعد كده فصوص الثوم اللي انا بدأت ان انا اهرسها. ضفتها على البصل وبشوح البصل كويس جدا مع الثوم، وبعد كده ببدأ اضيف. هنا مش هضيف الطماطم ولكن هضيف البامية. الطريقة دي بتخلي البامية بتاخد طعم حلو من ريحة البصل والبهارات وكمان الثوم، وفي نفس الوقت بخلص البامية من المادة اللزجة اللي بتكون موجودة فيها. بقلبها كويس جدا، وبعد كده بضيف عصير الطماطم. ضفت هنا الفلفل الحار، ببدأ ان انا اشقه من الجنب كده عشان ياخد طعم حلو. البامية تاخد طعم حلو من الفلفل، وفي نفس الوقت ممكن اضيف حسب ما انا حابة. وهنا بعد ما بدأت ان هي تاخد 3/4 سوا ضفت لها الشوربة. وعشان يطلع الطاجن طعمه حلو بجيب 6 فصوص من الثوم مهروسين مع ملح وفلفل اسود وكمان شوية من الكزبرة الناشفة. بضيف عليها اللحمة المسلوقة والفلفل الالوان الاحمر والاخضر الحار. بقلبهم شوية صغيرين جدا، وبعد كده ببدأ اضيف اللحمة فوق الطاجن. انا مش عايزة اللحمة تتحرق، فبضيفها واضيف عليها كمان كل البهارات اللي انا ضفتها على اللحمة مع الثوم مع الفلفل الالوان. وببدأ أضيف عليها حلقات الطماطم وأدخلها في الفرن في الرف الأوسط غلوة واحدة. بعد كده بحطها تحت الشواية وبعمل معاها الرز بالشعرية، بيطلع بالمنظر الجميل ده. وبقدم طبعا معاها الليمون. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم.